المينوكسيديل مصرح لعلاج الصلع الوراثي بتركيزين 2% و5%، ومعروفة ان المينوكسيديل 5% اقوى 40% من المينوكسيديل 2%. عشان كده في ناس كتيرة بتفضل ان هي تستخدمه حتى ولو ستات. طب تخيل معايا كده بقى، لو في مينوكسيديل 10 او 15%، هل ده معناه ان هم هيكونوا اقوى 200 او 300 او 400 ضعف المينوكسيديل 5%؟ تعال نشوف الدراسات حوالين الموضوع ده، وتعال نشوف هل انت المفروض ترمي فلوسك في المنتجات اللي مكتوب عليها مينوكسيديل 10 15%، ولا المفروض نلتزم بتعليمات ال FDA اللي بتقولك 2% للستات و5% للرجالة او الستات اللي المينوكسيديل 2% ضعيف ليهم. ولحسن الحظ كان في كذا دراسة انتشرت حوالين الموضوع ده. أولهم دراسة من مصر كانت بتشوف الفرق ما بين المينوكسيديل 10% والمينوكسيديل 5% في علاج الصلع الوراثي وخاصة لدى الرجال. والدراسة دي استمرت لمدة 36 أسبوع، يعني حوالي 9 شهور. وكان في الدراسة دي مجموعة الأشخاص 90 رجل بيعانوا من الصلع الوراثي، وقسموهم لثلاث مجاميع. مجموعة خدت مينوكسيديل 5%، التانية خدت مينوكسيديل 10%، التالتة كانت بلاسيبو كنترول جروب ما خدتش أي دواء ولا مادة فعالة. النتيجة بقى إن الأشخاص بعد 36 أسبوع لقوا إن أفضل نتيجة كانت من استخدام المينوكسيديل 5% مش 10%. طب ازاي التركيز الأعلى من المادة ما اداش نتيجة أفضل؟ ازاي المينوكسيديل 5% برضو أقوى من الموضوع ده؟ طبعا نتيجة المينوكسيديل 5% كانت أفضل في منطقة الفيرتكس في مجموعة المينوكسيديل 5%، بس في مختلف أنحاء السكالب كانت النتيجة قريبة من بعض. وبيقول لك السبب الرئيسي لعدم وجود استجابة أفضل من التركيز الأعلى هو إن بيحصل فيه ستريس اعلى من استخدام المينوكسيديل 10%، لانك عشان تعمل فورميليشن لمينوكسيديل 10% فانت بتزود نسبه البروبيلين جلايكول. نسبه البروبيلين جلايكول بتزود الاستريس على بصيله الشعر، فبالتالي ممكن يحصل التهاب او ممكن ما تمتصش الماده الفعاله بصوره كويسه. فده بيؤدي ان المينوكسيديل 10% بيدي عبء على الشعر غير ضروري، وما بيؤديش الى زياده النتيجه او الكفاءه العلاجيه. وبرضو المثير في الموضوع ان الاعراض الجانبيه كانت اكتر في مجموعه المينوكسيديل 10% من المينوكسيديل 5%. و100% من الاشخاص اللي استخدموا المينوكسيديل 10% حصل لهم تساقط في بدايه الاستخدام او الشيدنج المعروف، بينما في مجموعه المينوكسيديل 5% 55%، يعني حوالي النص من الناس اللي استخدمت المينوكسيديل 5% حصل لهم شيدنج. يعني الشيدنج او التساقط الكربي اللي بيحصل من استخدام المينوكسيديل يعتبر دوز ديبندنت، يعني كل ما تستخدم تركيز اعلى توقع ان الشيدنج هيكون اعلى. عشان كده برضو تركيز 2% بيعمل شيدنج اقل من المينوكسيديل 5%. بالنسبه بقى للإيريتيشن وكل الاعراض الجانبيه اللي بتيجي من المينوكسيديل فكانت اعلى في المينوكسيديل 10%، وده برضو حاجه متوقعه لان المينوكسيديل 5% ليه اعراض جانبيه اعلى من ال 2% زي ما الدراسات ال FDA كانت بتقول. وبرضه حصل زياده في الهايبر ترايكوسيس والصداع من الناس اللي في الناس اللي استخدمت المينوكسيديل 10%. فعشان كده انت بتستخدم تركيز اعلى مفيش نتائج علاجيه افضل، في اعراض جانبيه اكتر، فالمينوكسيديل 10% يعتبر خيار سيء جدا. طب كان في دراسة تانية بتقول ان الاشخاص النون ريسبوندرز او عديم الاستجابة للمينوكسيديل ممكن ان هم يزودوا تركيز المينوكسيديل للوصول الى ثريشولد كافي لتفعيل المينوكسيديل للصيغة النشطة اللي هي المينوكسيديل سلفيت وتغلب على مشكلة نقص انزيم السلفوترانسفيريز. في الدراسة دي قالوا ان التركيزات الاعلى ممكن تكون افضل، بس في الدراسة دي للاشخاص الطبيعيين فمفيش اي فايدة اضافية من اضافة المينوكسيديل 10%. وحتى لو انت كنت شخص نون ريسبوندر فانا شايف انك تضيف في الروتين بتاعك اما ديرما رولر او كريم تريتينون، او حتى تستخدم المينوكسيديل اورال بلو دوز تحت متابعه طبيب، هيكون افضل ليك من ان انت تستخدم المينوكسيديل 10 او 15%. وده بسبب الاعراض الجانبيه والالتهاب والشيدنج اللي هو بيسببه. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات. لو ليك تجربه مع المينوكسيديل 10 او 15% اكتبها لي تحت. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.